السلام عليكم، ازيكم؟ انا دكتور عصام. في الفيديو ده هنتكلم على عيانه جات لي في العياده، عندها 52 سنه، ست بيت، تشتكي من وجع في رجليها الشمال، من اول الرجل من فوق، اول الفخذ من فوق او اول الاليا من فوق لحد اطراف صوابع رجليها. الوجع ده بيجي معاه شويه تنميل، حرقان وكهرباء، تحس ساعات ان في نبض او لسع في رجليها. بالفحص الطبي لقيت ان عندها التهاب في العصب بتاع رجليها، اللي هو العصب النسوي او عرق النسا زي ما الناس بتحب تسميه. طلبت منها اشعه رنين وطلع ان عندها انزلاق غضروفي. بس ونقف هنا بقى ومش هنكمل الحدوته، وهنستغل بقى المدخل ده واهتمام اللي بيتفرج على الفيديو ان احنا نتكلم على درجات الانزلاق الغضروفي. ان 90% من العيانين اللي عندهم انزلاق غضروفي بيبقى درجة بسيطة وبيتحسن ويستجيب مع الادوية. دي المعلومة اللي عايزين نقولها. وان الانزلاق الغضروفي مفيش عيان زي التاني ومفيش درجة زي التانية، وان الانزلاق الغضروفي هو له درجات او له مراحل. الغضروف عبارة عن حزام جواه مادة جيلاتينية. طيب المادة الجيلاتينية دي عايزة تطلع من الحزام، عايزه تطلع من مكانها وتتحرك من مكانها، اللي مانعها هو الحزام. طب لو الحزام ده حصل ضعف في جنب منه، الماده الجيلاتينيه بتبظ من ناحيه الضعف ده وتعمل حاجه اسمها بلج، ديسك بلج، وهي دي اول درجه من درجات الانزلاق الغضروفي. والديسك بلج ده بيضغط على العصب، هو ده اللي يعمل وجع اسفل الظهر نازل في الرجل. دي الدرجه الاولى. طب لو الحزام ده في حته منه اتقطعت يبدا الغضروف ينزلق، طب الحته كبرت ينزلق بشكل اكبر لحد ما الغضروف كله يقع جوه القناه العصبيه. وده موضح في الصوره اللي هتظهر لكم دلوقتي. ده شكل الحزام، ده شكل الماده الجيلاتينيه اللي الحزام بيحوطها، ده شكل الحزام لما ضعف. هنلاحظ الماده الجيلاتينيه راحت في النقطه اللي فيها الضعف، عملت البلج، بعد كده الحزام اتقطع فخرجت الماده الجيلاتينيه، بعد كده خرجت بشكل اكبر لحد ما كلها وقعت جوه القناه العصبيه. دي المعلومه اللي عايزين نقولها في الفيديو، واستغلينا الحدوته اللي انا قلتها في اول الفيديو عشان نستخدمها كمدخل، بس عشان نوصل المعلومه بشكل بسيط وبشكل يثير اهتمام الناس اللي عندها نفس الشكوى اللي قلناها بتاعه العيانه اللي في اول الفيديو. طيب كده عرفنا المعلومه، خلاص نكمل بقى الحدوته. العيانه لما جات لي باشعه الرنين لقينا ان عندها انزلاق غضروفي درجه عاليه جدا. واضح في الاشعه دي ادي الفقرات مرصوصه فوق بعضها، ما بين كل فقره وفقره في غضروف محترم مكانه، ما تزحلقش لورا ولا ضغط على القناه العصبيه المتمثله هنا باللون الابيض. نلاحظ في اخر غضروف خالص اللي هو ما بين الفقره القطنيه الخامسه والفقره العجزيه الاولى ان الغضروف ساب مكانه واتزحلق وضغط على العصب. فعشان كده العيانه دي كان القرار الاحسن ليها، خصوصا انها ما اتحسنتش على الادويه، ان احنا ندخل بايدينا ونشيل الغضروف ده علشان خاطر ما يسيبلهاش اثر بعد كده ولا يأذي العصب بشكل دائم. العملية عبارة عن ايه؟ اول حاجة بنشيل الغضروف، تاني حاجة بنحط مكان الغضروف حاجة اسمها قفص كربوني، ده عشان يحافظ على المسافة ما بين الفقرات زي ما ربنا عاملها. تالت حاجة بنثبت الفقرات بمسامير فقارية عشان العيان يقدر يتحرك ويقوم يمشي من يوم العملية. بفضل الله العملية تمت بنجاح، العيانة كانت بتتحرك من يوم العملية، تاني يوم خرجت روحت البيت. بعد اسبوعين جات لي في العيادة، شلنا غرز العملية، بتبقى غرزة تجميل يعني غرزة واحدة كده، ما بتبقاش غرز كتير عشان ما تسيبش اثر قدر الامكان. وبعد شهر من العملية او شهر ونص بالظبط صورنا معاها الفيديو ده وهي بتتحرك في العيادة، وكانت مبسوطة جدا من نتيجة العملية. اتفضلي. رجعي تاني. انت بترجعي بظهرك ليه؟ امشي عادي. انت ليه متوتره؟ انت ليه خايفه؟ امشي عادي. لف يعني. ايوه امشي عادي. كويس. تعالي 3 خطوات على ترتيب صوابعك. دي المعلومه اللي عايزين نقولها في الفيديو، ان الانزلاق الغضروفي درجات كتير، وان الانزلاق الغضروفي لو اتعالج في البدايه بشكل مظبوط ما بنضطرش نلجا للعمليه، وان اغلب العيانين اللي عندهم انزلاق غضروفي بيبقوا درجات بسيطه، وان حتى العيانين اللي بنعمل لهم العمليه بيبقوا في البدايه درجات بسيطه، ومع الاهمال او مع الجهل بايه يعمل ايه وما يعملش ايه بيوصل الغضروف انه بقى درجه متقدمه. فلو احنا في الفيديو ده عرفنا نفيد واحد بس، يعني واحد بس من اللي شاف الفيديو ده استفاد بمعلومه ان هو لازم يحافظ على ظهره ويبعد عن التوطيه ويشيل التقيل، وان الاعراض اللي بيشتكي منها دي اعراض انزلاق غضروفي درجه بسيطه فما يقلقش وما يخافش، يبقى احنا كده عملنا حاجه كويسه جدا. ارجو ان الفيديو كان مفيد لحضراتكم. نتقابل في فيديوهات تانية ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد الكبير. معرفش الفيديو ده اتصور قبل العيد، معرفش هينزل امتى، بس يعني
وقت ما ينزل الفيديو، فكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.